يا مساء الفل عليكم يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة نتعرف على تأشيرة اليونان، التأشيرة الشنجن الخاصة بدولة اليونان اللي كتير بيسألنا عليها وازاي يقدموا على التأشيرة ديت. يعني انت ممكن تاخد التأشيرة ديت خلال 15 يوم، ممكن تاخدها بعد 3 أسابيع. اما الناس اللي بتبدأ تجهز الورق بتاعها وبتسألنا ازاي تقدم وفين ايه وفين التقديم بالظبط، فانا النهارده عامل الفيديو ده مخصوص عشان انت تعرف كل حاجة خاصة بالتأشيرة دي. لان التأشيرة دي برضو يا جماعة بتساعدك ان انت تدخل 29 دولة اوروبية تانية. اليونان ضمن منطقة الشنجن، في معنى ان انت لو خدت تأشيرة شنجن اليونان تقدر تروح بها فرنسا، تقدر تروح بيها ايطاليا، تقدر تدخل بيها كل منطقة الشنجن خلال مدة 90 يوم، لان مدة التأشيرة بتكون 90 يوم. برضو تمن التأشيرة ما بتعداش 80 يورو زي اي تأشيرة شنجن تانية. طب تعالوا بقى نتعرف على الأوراق الخاصة بالتأشيرة ديت وإيه هي الخطوات بتاعها. أولا كده عشان إن أنت تبدأ تقدم على التأشيرة ديت هناك طريقتين. أما إن أنت تقدم في السفارة حسب طبعا الوضع المطلوب في قلب البلد بتاعتك. يعني لو أنت مطلوب إن أنت تقدم في السفارة فأنت هتروح تقدم في السفارة الخاصة بدولة اليونان. يعني من الآخر كده أنت هتتصل على السفارة الخاصة بدولة اليونان وتسألهم التقديم أو حجز الموعد هيكون في السفارة ولا في مكتب خاص. لو في مكتب خاص زي مصر كده يا جماعة فأنت بتحجز في مكتب في اف اس جلوبال. المكتب ده بتبدأ طبعا تدفع له رسوم ما بتعديش 1000 جنيه مصري، في حدود يعني بتاع 30 دولار أو 40 دولار بالظبط كده. وبتبدأ تحجز ميعاد. بعد كده بتملأ الاستمارة الخاصة بالتأشيرة بتاع اليوناني اللي هي التأشيرة الشنجن، وبتبدأ تجهز الأوراق. المكتب بيعرفك شوية أوراق كده هيطلبها منك إن أنت تبدأ تجهزها. الأوراق ديت سهلة، أي حد يقدر يجهزها بنفسه، لأن طبعا في أوراق ثبوتية وفي أوراق تانية بتبدأ إن هي زي الحساب البنكي، الأوراق اللي هي مثلا الوظيفة، الحاجات ديت. تعالوا بقى نعرف الأوراق بالظبط وبالتفصيل عشان لو أنت حابب تجهز الملف ده وتوفر فلوسك. أول الأوراق إن أنت يكون معاك جواز سفر ساري. لازم أن أي حد داخل يقدم على أي تأشيرة جواز سفر دي من الأوراق الثابتة معاك. تاني حاجة برضو يا جماعة الصور الشخصية برضو لازم أن تكون حديثة، يعني ما يكونش عدى عليها مدة 6 شهور. التأمين الصحي هنا بيطلب منك تأمين صحي اسمه 30,000 يورو. اسم التأمين كده، لكن لما أنت بتعمله في أي شركة تأمين ما بتكلفكش 50 دولار. برضو بيطلب منك خطة سفر. خطة السفر دي ناخد بالنا منها جدا لأن هي مرتبطة بحجز الفندق. فخطة السفر لازم أن تكون في نفس المدينة اللي أنت حاجز فيها الفندق. ويعني هنا هيطلب منك حجز فندق. حجز الفندق ده ممكن تعمله من على موقع عادي بوكينج دوت كوم وبعد كده تلغيه، مش شرط يكون مؤكد. برضه هيطلب منك حجز طيران. حجز الطيران ده يا جماعة اللي هو ذهاب وعودة، وبيكون مثلا بعد 7 أيام العودة، بيكون 10 أيام العودة، مش بعد 90 يوم. ناخد بالنا، يعني بيقول لك ما تكبرش مدة الأجازة. أي حد بيبقى طالع سياحة أو طالع زيارة بتكون مدة الزيارة أو مدة السياحة بسيطة، يعني بيكون أسبوع، بيكون 10 أيام بالكتير، 15 يوم ده أقصى حاجة. بعد كده بيطلب منك حساب بنكي اللي هي مصاريف ديت اللي أنت يعني بتثبت لهم إن أنت معاك مصاريف هتصرف خلال الفترة اللي أنت رايحها هناك في قلب اليونان. فكشف حسابك البنكي هنا بتقدمه لآخر 6 شهور، يكون عليه حركة، ينزل له طبعا راتب، في عملية إيداع، في سحب، في مصروفات. يعني من الآخر إن أنت موفر خلال 6 شهور بمبلغ هيكفيك مدة الاجازه اللي انت رايح دوت الحساب البنكي. ناس بتسالني بقى دايما السؤال اللي بيتكرر: قد ايه الحساب البنكي ده؟ حسابك البنكي ده الخاص بأي تأشيرة شنجن لو في 100,000 200,000 بيكون أحسن ليك طبعا. يعني في 2000 دولار 3000 دولار، يعني ما يوازي 2000 دولار 3000 دولار. ده هيساعدك كتير إن أنت تاخد طبعا التأشيرة. بعد كده إثبات الوظيفة. يعني لو أنت موظف فأنت بتجيب خطاب من الشركة اللي أنت شغال فيها اسمه خطاب اتش ار ليتر من الموارد البشرية، بتقدمه مع الورق. طيب لو أنت مش موظف بتقدم بالسجل التجاري. السجل التجاري هنا برضو يا جماعة لازم يكون مر عليه 6 شهور أو سنة، ما يكونش جديد لسه، تكون عامله بقالك شهر أو شهرين وتقول تروح تقدم بيه، لأن ديت أحيانا بتكون من أسباب الرفض بتاع التأشيرة. يبقى ديت أغلب الأوراق اللي أنت هتحتاجها لما تيجي تقدم على التأشيرة الشنجن الخاصة بدولة اليونان. عرفنا كلها أوراق سهلة وبسيطة تقدر إن أنت نفسك تعملها، بس خطوات التقديم ممكن تكون عليك صعبة شوية، لأن طبعا أنت بتحجز ميعاد في المكتب اللي هو في اف اس جلوبال أو ميعاد في قلب السفارة حسب وضع بلدك.
او حسب وضع السفاره في البلد بتاعك. فانت بتبدا تجهز الاوراق، بيعرفوك الاوراق المطلوبه منك. الترجمه بقى، انت بتشوف مكتب يترجم لك الاوراق دي ترجمه معتمده للغه الانجليزيه، وبتروح في الميعاد طبعا وبتقدم الاوراق، ما فيهاش مقابله في اغلب يعني ايه السفارات، ما بيكونش فيها مقابله، او في اغلب المكاتب ما بيكونش فيها مقابله. بتقدم الورق وبتستنى الرد قلنا بيجي لك بعد 15 يوم او 3 اسابيع. لو اتاخر اقصى حد بيكون بعد شهرين اللي هم 60 يوم بالظبط، بتبدا تعد 60 يوم لو عدى 3 اسابيع. يعني من الاخر كده انت الورق بتاعك لازم تكون عامله مظبوط، وناخد بالنا من الوقت اللي انت تقدم فيه، يعني يكون توقيت مناسب للسياحه. تشوف موسم السياحه بيبدا امتى في اليونان، وتبدا ان انت تجهز ورقك وتقدم في الميعاد ده. يعني ميعاد موسم السياحة في وقت الصيف مثلا، لأن الدولة طبعا هناك دولة ساحلية، فأغلب المناطق السياحية هناك بتكون شواطئ، فطبعا بيكون في فصل الصيف أفضل ميعاد إن أنت تقدم على التأشيرة دي. اليونان بطبيعتها مش دولة غنية قوي، بس دولة تعتبر اقتصاديا كويسة، تقدر تلاقي فيها مجالات شغل في السياحة كتير، وفي المزارع أكتر برضه. اليونانيين زي ما احنا عارفين قريبين من العرب. فعشان كده فانت حاول تجهز الورق بتاعك وتشوف انت راح تشتغل ايه. هتلاقي الحرف بتاعتك مطلوبة برضه في اي مجال، سواء كانت في النقاشة، في طبعا في السيراميك، كانت في النجار المسلح. جميع المجالات هتلاقيها مطلوبة هناك، سواء كافيتيريا، مطاعم، سياحة. بس اهم حاجة الوقت. وطبعا إيه، لما تيجي تقدم على التأشيرة قلنا ما تكبرش مدة الاجازة عشان حسابك البنكي يغطي كل المصاريف دي. بعد ما بتخلص كل ده بتقدم الورق، بيجي لك طبعا ان شاء الله التأشيرة بالقبول على الجواز السفر بتاعك، وبتستلمه بنفسك او طبعا بتستلمه عن طريق مكتب DHL. دي كل حاجة خاصة بتأشيرة اليونان في 2025. مفيش أي إجراءات فيها اتغيرت زي السنة اللي فاتت بالظبط. فأنت لو حابب تبدأ توفر طبعا فلوسك وتشتغل على التأشيرة ديت، طبعا الفيديو هيوضح لك نقط كتير، وانا هسيب لكم الروابط يعني ايه اللي جايه فيها مصدر كل معلومه الخاصه بالتاشيره دي، تقدر تراجعها برضه وتتاكد من كل معلومه احنا اتكلمناها في الفيديو بتاع النهارده. بالتوفيق للجميع باذن الله، ولو في اي استفسار تناسبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصه هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.